لو زهقتوا من طرق البتنجان التقليدية اللي كلنا بنعملها في البيت والمعروفة، النهاردة هنعمل البتنجان بطريقة سهلة ولذيذة جدا وصحية وطريقة جديدة خالص هتعجبكم وهتعجب ولادكم كمان. لو لسه اول مرة بتشوفوني، انا اسمي ايمي. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية، واتمنى طبعا ان انتوا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم. اول حاجة في المقادير عندنا او في المكونات، معانا بتنجانة رومي قطعناها شرايح متوسطة بالشكل ده. هنجهز عندنا معلقتين كبار زيت زيتون، عليهم رشة زعتر. هنقلبهم كويس قوي مع بعض. بعد كده هندهن بيهم البتنجان من الوش والظهر بالشكل ده كده، وهنشغل الفرن على درجة حرارة 200. لازم الفرن يكون سخن، وهندخل البتنجان بتاعنا ياخد لون او يتحمر. لو طبعا في مروحة في الفرن نشغلها عشان توزع الحرارة كويس، ولو مفيش اي مشكلة خالص. ده شكل البتنجان بعد ما طلع من الفرن، قعد من حوالي 12 دقيقة. هنحط عليه بقى اول ما يطلع من الفرن صلصة بيتزا، عبارة عن معلقتين كبار صلصة، عليهم رشة ملح، رشة فلفل اسود، زعتر وريحان، وهنقلبهم كويس مع بعض. حطيت بقى اول طبقة الصلصة، بعد كده حطيت جبنة موتزاريلا، بعد كده حطيت فلفل الوان، حطيت كمان بسطرمة. تقدروا طبعا تضيفوا اي حشو او اي حاجة موجودة عندكم، مفيش مشكلة خالص. هندخلها الفرن كمان 10 دقايق لغاية ما الجبنة تسيح بالشكل ده. شكلها جميل جدا والطعم كمان لذيذ قوي، وفكرة جديدة وصحية. الاهم حاجة ان هي طبعا تكون صحية لينا ولولادنا. اتمنى ان انتوا فعلا تجربوها، ومنتظرة ارائكم على الصفحة عندي. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.